كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصوما مقبولا وافطارا شهيا. هنواصل معاكم الكلام على الأوعية الدموية وأثر الأوعية الدموية وصيام رمضان. النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة وهي تشوه الأوعية الدموية. بتبقى كتيرة قوي في الأطفال وفي الشباب وفي الناس الكبار، اللي هي بنسميها تشوه الأوعية الدموية. عندنا أنواع كتيرة لتشوه الأوعية الدموية، وفيها تقسيمات كثيرة وكلاسيفيكيشنز كتيرة ومختلف، وحتى علاجها فيه عليه اختلاف كتير وديبيت كتير. والموضوع ده من الحاجات المزمنة واللي بتأثر بالسلب كتير جدا وبتأرق وبتعمل نوع من أنواع عدم السعادة وعدم الفرحة عند كتير من أهلنا. تشوه الأوعية الدموية اللي هو فينس مالفورميشن أو ارتيريو فينس مالفورميشن، المصطلح الطبي بتاعها بيبقى عبارة عن ان الاوعيه الدمويه بدل ما هي ماشيه لاينر يعني اوعيه وكده عاديه او خطوط او انابيب، لا بيحصل لها زي تليفات او تمدد او تكيسات وتعمل ورم دموي او تشوه نبوي. في منها البيدياتريك هيمانجيوما، وده النوع بيبان بعد ما البيبي بيتولد ب3 أسابيع او 4 أسابيع، يبقى نقطه وبعد كده يبتدي يكبر ويبان، ويبتدي الام والاب يكتشفوه بعد 3 أسابيع. ده احنا بنطمنهم، بنقول له ده بيقعد لفتره سنه او سنتين وبيرجع يختفي او يقل او ينكمش او يثبت. ده بيحتاج بس ملاحظه ومتابعه مع الدكتور، وساعات بنديهم نوع من انواع الادويه بحيث بيخلي الورم الدموي ينكمش ويصغر ويرجع لطبيعته، وبيساعد في عدم نموه.